سوسن سليمان، لجنة اقتصاد مجلس بلدة الغرة في جبل عبد العزيز. سابقا والوقت الحالي احنا كمرأة يعني كاقتصاد للمرأة. بالنسبة لنا من يعني بداية نشأتنا على دور النظام السوري، يعني كانت المرأة يعني مو مقيدة بشكل عام كامل، يعني مثلا تطلع على الأشغال الحرة. بالمرحلتنا الثانية على جبهة النصرة صار عندنا جيش الحر مع منه، تقيدت يعني خوفا، تلاقي لها العادات والتقاليد خوفا على البنات، ما ظل أمان، يعني ما عاد يأمنون بنتهم مثلا تروح حتى على أشغال مثل حواشي القطن أو الركاش أو الشكات. عندنا هنا الأشغال هاي يعني متداولة بالمنطقة، أو حتى على الجبل تروح أحيانا على الجبل على البطو. عندنا موسم الشمة يطلعون عليه. قام الأهل يخافون على بناتهم يعني من جبهة النصرة من غيره، يعني ما عاد يأمنون على البنت إنه تطلع، فتحاصرت. بعدها جانا داعش على المنطقة. لما جانا داعش على المنطقة هنا تحاصرت كليا، بوجود داعش تحاصرت كليا. يعني إذا البنت تطلع إذا حتى مقشية من دون ما معاها ولي أمر، بده ينعرف من هو ولي أمرها، بده يتحاسب، بده يجلد، بده غير. الأشغال ما عاد تقدر تطلع على الأشغال، تروح على حواشي القطن على غير. يعني الحز احنا هين شلون عندنا المرأة يطلعون يروح أحيانا رحيل، أحيانا بسيارات يروحون يشتغلون ويرجعون على بيوتهم. يعني ما حدا يقدر 24 ساعة أبوها أو أخوها يكون معاها. البنات هي تروح تشتغل ترجع. مشاريع غير أعمال، حتى معلمة ضمن مدرسة ما عاد تقدر تدرس. يعني احنا أغلب الأحيان تلاقين عندنا موظفة كانت بجبل عبد العزيز، المعلمة آنسة المدرسة قامت ما عاد تقدر تروح على المدرسة. يعني كل هالأمور انفرضت علينا، يعني حصار من كل الجهات. بعد تحرير جبل كزوان من فصائل داعش، بعد ما جونا الرفاق، تغير كل شيء، يعني نقلة نوعية ملحوظة. يعني بعد ما كانت المرأة محاصرة بوجود داعش بشكل كامل، تحررت اقتصاديا، نفسيا، من كل الجهات. يعني الإنسان ما ظل يحس حاله مقيد، يعني أول مقيدة من كل الجهات. تحررت، وبفضل فكر القائد عبد الله وجيلان، وبفضل الرفاق والرفيقات. بعد عدة طبعا عانينا بالبداية، بعد إعطاء المحاضرات تقدم الوعي الفكر بالمنطقة، يعني صار شوي تقبل، يعني رجعت للمجتمع الطبيعي. هالحستيني يعني عندنا أقلب من مشروع بالمنطقة، أفران تنانير احنا هنا نقول لها، خاصة بالمرأة. يعني المرأة اعتمدت على نفسها من خلالها. صار عندنا يعني بيجي تقولين الا شيء تقريبا متساويه، يعني اذا تحسبينها موظفات وموظفين ضمن الاداره تقريبا متساويه. يعني المراه صارت معتمده على نفسها مثل ما الرجل معتمد على نفسه بالنسبه لمعيشتها. مشاريع زراعيه عندنا هين بالمنطقه، اقلب من مشروع يعني صار تنفذ عندنا بالمنطقه، كلها مشاريع تشتغل بها المراه. مشاريع دواجن زاد للمرأة، مشاريع خياطة، فتحنا مشروعين بالمنطقة هين. يعني من كل الجهات، لا يعني صار في فرق كبير بين أول وبين هسه كاعتماد المرأة على حالها اقتصاديا. على دور النظام، كانت عندنا المرأة يعني دائما بحاجة الرجل، دائما تلاقين المرأة بحاجة الرجل ماديا من كل الجهات، يعني تمد ايدها للرجل. أما على دور جبهة النصرة وداعش فتقيدت كامل، صارت أسيرة من كل الجهات، يعني تقيدت كامل. أما على دور الإدارة الذاتية أصبحت المرأة أقوى، صارت تعتمد على نفسها، يعني ما ظلت بعاسة الرجل، اعتمادها الذاتي على نفسها. صارت هي تدير مشاريع بالمنطقة، صارت تتوظف، يعني اعتمادها على نفسها، يعني ما ظلت اعتمادها على الرجل. يعني نحن الحزب بحرب اقتصادية من كل الجهات من جميع الدول. نتمنى للمرأة أن تقف على نفسها أكثر،
تقوي نفسها بمشاريع، لو حتى كانت مشاريع صغار، كوبريتيفات صغار، تقف على نفسها وتقوي حالها أكثر وأكثر. قدرت انه تثبت وجودها، لانه احنا كمؤتمر ستار مستمرين، يعني مستمرين بالتوعية، مستمرين بالمحاضرات، مستمرين بمساندتنا للمرأة. يعني طبعا احنا مساندينها لانه احنا كفكر القائد عبد الله أوجلال وفلسفة القائد، يعني احنا كلياتنا وصلنا لهالمكان هذا بفضل القائد عبد الله أوجلال وفكره. يعني واحنا يمكن ايش ما نحكي وايش ما هاي، يعني ما راح نوصل فكر القائد، لانه فكر القائد شيء عظيم ما بي منه يعني. بس احنا مستمرين يعني كوضع مرأة، والمرأة قدرت يعني بهالفترة انه تصنع لحالها مكانة بين المجتمع، طبعا كله بفضل القائد عبد الله أوجلال. واحنا كمؤتمر ستار مستمرين يعني بشغلنا وبعملنا لحتى ما نوصل للمكان الذي كان يتمناه عبد الله أوجلال، انه كل مرأة بالمجتمع توصل. يعني قدرنا نحل كثير قضايا هنا بخط جبل عبد العزيز، يعني خصنا تابعة للمرأة، لانه المرأة يعني اذا تتعرض لشد العنف، بس احنا يعني حاولنا على قد ما نقدر يعني انه نحل هالمشاكل، يعني اكثر من قضية تجينا يعني نحلها بيناتهم، يعني كحل مسلم، يعني انه خلص انه يصير بيناتهم هدنة وتصالحون ويصافطون وينتهي كل شيء يعني طبعا هالشي هذا حليناه لانه احنا بفضل القائد عبد الله أوجلال وفكر القائد عبد الله أوجلال قدرنا انه نحل هالقضايا. المرأة يعني قدرنا نعرف عنها، يعني عندك اول تقريبا قديما يعني بدور داعش، يعني المرأة ما كان لها مكانة، ما كانت متواجدة، يعني ما كان لها دور، ما كان حدا يقول والله المرأة لها وجودها والمرأة لها كيانها او لها مكانتها بين المجتمع. ما كنا نعرف على هالشي هذا لانه فكر داعش ما كان يسمح بهالامور هاي كلياتها. اما الحز يعني بفضل القائد عبد الله أوجلال ما شاء الله يعني وضع المرأة تغير، يعني المرأة صارت لها مكانة، صار لها وجود، يعني قدرت تثبت حالها، قدرت تشتغل، قدرت تطلع، يعني بالعكس وصلنا المكان يعني بفضل القائد عبد الله أوجلال اي مرأة ما كانت تقدر توصل له لو ما فكر القائد. يعني لازم المرأة تعرف قضيتها بالضبط شنو هي، يعني انه الشهيدة بريتان هي الذي كانت مقاومة بجبل عبد العزيز هنا، يعني كانت مقاومة، يعني احنا لازم كمرأة يعني نعتبرها قدوة لنا، يعني نعتبرها شيء مثالي لنا، لانه هي ساوته لنا كمرأة يعني ما حدا ساواه، يعني هي كانت مقاتلة لآخر نفس، لدرجة يعني لما داعش حاوطوها وتحاصروها من كل الجهات وماتت وهي رافعة راسها ومفتخرة بحالها انه هي ما استسلمت ولا تراجعت عن هدفها. يعني بريتان بالنسبة لنا كانت هذا البريتان قدوة، يعني احنا لازم كنا نسير على هالدرب هذا ونمشي بهالسير هذا لنحصل على هدفنا ولنحصل على مكانتنا بين المجتمع. يعني بجبل عبد العزيز هين يعني بانتخابات للبلدية قاعد تصير، يعني أول المرة ما كانت تقدر تطلع تفوت، تلحظ المرأة قامت تساند المرأة تطلع تفوت تروح تنتخب. يعني بالنسبة لنا احنا مشان انتخابات البلدية كمرأة، يعني احنا هالخطوة هاي ان شاء الله ما راح نتراجع عنها، لأنه هالخطوة هاي يعني راح تكون تاريخية لنا، يعني كل أتمنى من كل النساء يعني يكون هن قد حالهن وقد مكانتهن، يعني ويثبتن وجودهن سواء كانن موجوداتين ولا بأي مكان ثاني، مثل ما احنا عندنا النسوان يروح ينتخبون بعضهن، يعني لازم بأي مكان ثاني زاد المرأة تكون مساندة المرأة وواقفة معها. 54 كان داعش يعني يأثر بشكل سلبيا على وضع المرأة هون بشكل كبير، يعني كانت المرأة شبه معدوم بالوضع الصحة خالص. على سبيل المثال حالات الولادات أو ما شابه، كان في فئة من النساء هنا اللي دواعش، ليه نسبة الدواعش نساء انه يطلعوا من الحسبة فريق جوال هيك، يعني هيك بس يخوف العالم بالمجتمع هون. ما كانت تقدر المرأة تطلع لا الحرية لا في لباسها وانه ولا في انه اخذ حقها بالصحة، خصوصا حالات الولادة لا كان في دكاترة هون ولا في مركز صحي هون ولا حتى صيدلة، يعني على سبيل الصيدلة ما كان فيه. كان يعني كل ما بدهم يطلعوا كانوا يخافوا اجتكم الحسبة، يعني هي تسبب ضغط نفسي وصحي على المرأة، يعني حطوا معنوياتها خالص، يعني همشوا دور المرأة، يعني كانت مثل ما تكون مقيدة، ما تقدر تكسر القيود مشان تتحرر شوي لو نفسيا او صحيا او ترجع ثقتها بنفسها، ما كانت تقدر بسبب الخوف والتهديدات اللي هم يعني يعملوها يقطونها على المجتمع هون.
بعد تحرير المنطقة من هؤلاء الأشرار كان لها دور فعال. تفعلت المرأة أول من الناحية الصحية، نعم صار يوجد مراكز صحية، في قبالات، في عناية صحية مع نفسية طبية ونفسية. يعني مش قد ما كانت عايشة وضع الخوف، الحمد لله قاعدة شوي شوي تتحرر نفسيا ومعنويا إلى إلى الأحسن، للأمام تقدمت، وصار في مراكز صحية، صار لها دور فعال من كل جميع النواحي. يعني كان كل شيء سلبي صار كل شيء إيجابي بحياتها. يعني النقطة هسه تغيرت عند أول شيء 2000 درجة. يعني قامت تقدم إبداعات، وقامت يعني تعمل المرأة الحرة يعني تمشي ثقتها بنفسها. أول كانت خايفة تكسر القيد، هلا الحمد لله تحررت. صارت تعرف إيش الدواء وإيش يعني أعراضه وإيش سلبياته وإيش إيجابياته. أما أول ما كانت تعرف. يعني مثلا نقول يعني على أيام الدواعش كانت المرأة يعني بس إنه في سبيل حب أو أي دواء مهدئ إلها ما كانت حتى تحصل، أو يمكن ما كانت تجيب طاريه. يعني كلام يعني منعوا شغلات كثيرة، هم الله يعطيهم العافية، منعوا شغلات كثيرة يعني سببوا خوف رعب ذعر، يعني إرهاب. إيش ما تقولي إرهاب. أما هسه لا الحمد لله شوية توسعت، يعني ما يقولين الفكرة، صار في مجال صحة. وين ما تروحين الحمد لله بأي منطقة بأي قرية صار في اسمه مركز صحة ورعاية صحية أولية. صحيح إحنا مستوصفنا مقدم رعاية صحية بس يعني أولي هي كإسعافي. يعني لما تصير المرأة هنا هسه حالات ولادة الحمد لله في قبالة، في قسم صحة نفسية مع طبية، في صيدلة. يعني تغيرت المرأة نوعا 99.9% عن الوضع الأولي. يمكن الأسباب كانت هيك يزرعوا بقلب المرأة، أو إنه يهمشون المرأة، أو يمكن بدهم يأخذون النساء معهم لجهات ثانية. يعني السبب سووها يمكن بدهم هم يفتحون عيادات، يعني مثلهم هم اللي يشتغلون فيها وهم يطببون النساء فيها. يعني ما يمشي هذا مع عادات تقاليدنا هنا نهائيا. وقاية عن سرطان الثدي هاي من الأسباب اللي تسبب المرأة، خصوصي مرحلة الزواج القاصر، لأن يمكن لم يكتمل نموه ونضجه إلى آخره. تعدد الزوجات، مشاكل نفسية كثيرة قاعد تصير ما شاء الله. البنات هالفترة هاي أكثر شيء ميل للبرامج الهواتف هالشغلات هاي. هسه لا الفكر شوي تغير عن أولي. نعطي يعني شغلات كثيرة، مواضيع كثيرة بخصوص المرأة. يعني لسه طفلة شوية، طفلة بتروح على مسؤولية أطول منها.